السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله في فيديو النهاردة هشارك معاكم ازاي تخططوا لأهداف السنة الجديدة وبإذن الله تحققوها. ولكن قبل ما أبدأ لازم أتكلم الأول عن الوقت، عن أهمية الوقت وازاي ننظمه. طبعا الوقت ده كل واحد فينا الوقت هو عمره من أول ما بيتولد لحد ما بيموت. هو ده الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عنه. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا الهدف، خلقنا ان احنا نكون خليفته في الارض، وخلقنا ان احنا الهدف بتاعنا العبادة، ان احنا نعبده. وعشان كده هو ارسل لينا رسل على مر الزمان او الازمنة علشان تعرفنا على ربنا سبحانه وتعالى وتقول لنا ايه هو هدفنا في الحياة. فالهدف الحقيقي اللي احنا عايشين علشانه هو عبادتنا لله عز وجل، وان احنا نؤمن بان لا اله الا الله. المهم الوقت ده احنا هنتسأل عليه. يعني في ناس بتكتب الاهداف بتاعتها كل سنة في بداية السنة وبتتحمس وبعد كده بتنسى، وبتقعد مثلا شهر مواظبة وبعد كده بتنسى وتيجي تقول هبدأ السنة اللي بعدها وما بتعملش اي حاجة. زي ما جات زي ما راحت، بتسيب الدنيا وهي مش سايبة اثر اصلا في اي حاجة، لا سايبة اثر في حياتها ولا سايبة اثر في الناس اللي حواليها ولا في العمل اللي كانت بتشتغل فيه. ما سابتش اثر خالص لان اوريدي هي ما كانش عندها اصلا هدف عايشة علشانه، وبالتالي ضيعت عمرها وخلاص وهتتسأل عن ده. فانا جاية دلوقتي بقولك ان الوقت ده مهم جدا، وانت لو عرفت ان الوقت ده هتتسأل عليه هتحبي انك تحطي له هدف سامي، هدف تسيبي الدنيا وانت عارفة ان الهدف ده اتحقق فيها وهيفضل سايب اثر بعد حتى مماتك. الهدف ده انت اللي بتختاريه. انت عايزة تكوني ايه؟ عايزة مثلا تكوني بتنفعي الناس اللي حواليكي فبتروحي مثلا تشتغلي في جمعيات خيرية، او انت مثلا معلمة فبتبدأي تعلمي العلم اللي عندك. انت مثلا عايزة تشتغلي وتكوني موظفة محترمة جدا، ولما تسيبي الشغل الناس تقول لا والله الست دي كانت ست فعلا محترمة وافتقدناها. هو ده الأثر اللي انت بتسيبيه. مثلا هتربي من مثلا اهدافك انك تربي اولادك تربية حسنة، فبتبدأي يعني ايه تنمي عقلك وتبدأي تقرأي كتير عن التربية وازاي تربي ولادك وازاي تعلميهم وازاي تعملي وتسوي كتير قوي عن التربية، فبتبدأي تفكري نفسك في التربية. وبالتالي انت بيبدأ ولادك ان شاء الله بإذن الله تقدري تربيهم تربية حسنة، وده الأثر اللي بتسيبوهم في ولادك بعد ما بتموتي بيكونوا أولاد صالحين. وهكذا الدنيا دي دوارة، انتي بتشوفي عايزة ايه وبتبدأي تحققيه. فعشان كده انا حبيت ابدأ الحلقة بالوقت واهميته، وان احنا هنتسأل عليه، وربنا سبحانه وتعالى هيوقفنا كده يقول لنا عمرك ده انا اديتهولك، انت افنتيه في ايه؟ افنتيه في حاجة مفيدة ولا كنت عايشة في فراغ قاتل؟ بقى الفراغ ده قاتل، انت عايشة كده لا تعرفي حاجة وعايشة مع نفسك ولا ليكي في اي حاجة، وزي ما اتولدتي زي ما سبت الدنيا. طبعا لما احنا نعرف أهمية الوقت هنبدأ نخاف من سؤال ربنا سبحانه وتعالى لينا، وهنبدأ نحط لنفسنا أهداف. وأول هدف هيجي على بالنا إن هو اللي هو هدف الديني، إزاي نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، لأن هو ده الهدف السامي اللي احنا اتخلقنا علشانه. وبعد كده نحط أهداف دنيوية اللي هي بالتالي هتخلينا يعني تزود حسناتنا. ادام الهدف ده مش بيضر وما بيأذيش يبقى اوريدي ربنا سبحانه وتعالى هيديك عليه ثواب وهتسيبي اثر حتى بعد مماتك. فهو ده اللي هيشجعك انك تكتبي هدفك. الهدف الكبير احنا بنكتبه، بنجيب ورقة وقلم وبنشوف احنا عايزين نكون ايه. عايزة اكون ايه في الجانب الفلاني. احنا بنقسم حياتنا لجوانب، عندنا جانب صحي فاحنا بنشوف الجانب الصحي بتاعنا محتاج ايه. في ناس جسمها ضعيف فبتبقى محتاجة فيتامينات، فانا همشي على فيتامينات السنة دي وهشوف جسمي محتاج ايه، محتاج رياضة ايه، محتاج اكل صحي في ايه. مثلا ناس عايزة تخس، ناس عايزة تشتغل، ناس مثلا طلاب بيذاكروا عايزين يدخلوا الكلية الفلانية. كده كل واحد فيكم
عارف عايز يكون ايه او عايز يوصل لايه، وبيكتب الهدف ده، ولكن الهدف ده مش هيتحقق كده من نفسه. لازم الهدف يكون ليه خطة، والخطة دي هي اللي هتنجح لي الهدف. الخطة دي زي وقت معين كده انت بتحدديه في يومك. بتقولي مثلا انا علشان اوصل في اخر الشهر او في اخر السنة للهدف ده، انا متطلب مني ان انا يوميا اقعد 10 دقايق عشان ادرس الهدف ده، او عشان اذاكر عشان انجح في اخر السنة بمجموع كويس. فالخطة دي مهمة جدا. كمان الخطة اللي احنا بنكتبها في الورقة مش مهمة قد ما مهم ان احنا بعد ما بنكتبها لازم يكون عندنا التزام. الالتزام ده هو ان احنا نفضل يوميا ماشيين على الخطة، كل يوم ال10 دقايق دول للهدف ده، وبالتالي يوم ورا يوم ورا يوم هتيجي في اخر الشهر تتلاقي بقى فيه محصول كده انت جمعتيه وقطعت طريق كده للهدف بتاعك. فاهمين؟ فاهم حاجة اهم من الخطة نفسها هو الالتزام، الاستمرارية، لان هي دي اللي هتنجحك وهي دي اللي هتوصلك لهدفك. كمان النظام. الخطة دي عبارة عن نظام، انت بتنظمي حياتك. النظام مهم جدا، لان انت لو عشتي في فوضى معرفتيش انت هتعملي ايه ومش هتعملي ايه، حياتك هيكون ملهاش لازمة. والشيطان بيدخل للناس اللي هم الفاضيين اللي ما يعرفوش حاجة هيعملوا ايه في حياتهم، بيدخل لهم من هنا. وعشان كده الفراغ قاتل. الفراغ بيودي الانسان للنار على طول. يبدأ الشيطان هو اللي يلعب بدماغك، يقولك مثلا ايه، يفكرك بالماضي فتكتئبي، ويفكرك بالمستقبل وانك ما وصلتيش لحاجة ومش هتوصلي فتبقى عايزة تنتحري. مثلا يجي مثلا يقولك ايه، ما بدل ما انت ما قاعدة ما تبدأي تقلبي في حاجات ربنا ما بيحبهاش، ابدأي اسمعي حاجات ربنا مش بيحبها. ما انت قاعدة فاضية مش شاغلة الوقت ده بهدف في حياتك. لان اللي عنده هدف وبيحط له خطة، هو في يومه بيكون مشغول بالخطة دي عشان الهدف ده، والخطة دي عشان الهدف ده، و10 دقايق للهدف الثالث و10 دقايق للهدف الرابع. بالتالي هو يومه كله مليان، فبيحس بالإنجاز، فما بيبقاش فاضي إن هو يقعد مع نفسه. حتى لو قعد مع نفسه بيكون بيقعد يتأمل، بيقعد يفكر، بيقعد يقول هعمل ايه، هوصل ازاي. فاهمين؟ فانا عايزه اقول لكم اني بلاش الوقت ده عندنا كالسيف، فان لم تقطعه قطعك. الوقت مهم جدا ان احنا نستخدمه، وان احنا نفضل دايما مشغولين باهداف في حياتنا، علشان الشيطان ما يجرناش ناحيه طريقه ويخلينا في حياتنا لا كسبنا ولا حتى في اخرتنا كسبنا. يبقى أنا النهاردة حبيت أتكلم معاكم عن أهمية الوقت اللي هو عمرنا اللي هنسأل عنه، وإن الوقت ده لما إحنا نحس بأهميته هنحب إن إحنا نحط له خطة وهدف. هنحط له هدف، والهدف ده هيحتاج مننا لخطة، والخطة دي عبارة عن نظام إحنا بنمشي عليه، ولكن أهم حاجة الالتزام. من غير الالتزام مش هوصل لأي حاجة. هيحصل لك فتور في بداية الخطة وفي بداية ان انت عايزة توصلي للهدف ده طبعا. ولكن اهم حاجة قلنا ان احنا لازم نرجع، لازم كل ما يحصل لنا فتور ورجوع لا نبدأ نعيد من الاول، او نبدأ نرجع للي احنا كنا بنعمله. وعي نفسك دايما، دايما اقرأي عن الحاجة اللي انت عايزاها. لو انت مثلا عايزة تكوني معلمة، اقرأي عن ازاي تتعلمي، ازاي تأثري في الطلبة اللي حواليكي. عايزة تكوني مثلا تشتغلي في البرمجة، اكيد هتتعلمي ده. عايزة مثلا تسافري، فاكيد هتتعلمي لغة. فاهمين؟ فالهدف هيشغلك جدا وهيشغل وقتك وهيخليكي حاسة بقيمتك، وان انت مش عايشة وخلاص انسانة تافهة، لا انت عايشة لهدف عشان تحققيه. وبالفعل هتحس ان انت لما الانسان يعني يموت هيحس ان هو عمل حاجة في حياته، ساب اثر في حياته، ساب اثر في اللي حواليه، على الاقل اشتغل على نفسه حتى لو ما وصلش بس هو سعى. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ان ليس للانسان الا ما سعى
وأن سعيه سوف يرى. إن شاء الله بإذن الله تكتبوا أهدافكم وتقعدي كده تفكري عايزة هدف إيه وهتحطي له الخطة إزاي، والتزمي عليها، وبإذن الله تشغلي وقتك، وربنا سبحانه وتعالى هيبدأ ينصرك ويبدأ يوصلك من الحلم بتاعك والهدف بتاعك واحدة واحدة. بس كل حاجة بتيجي خطوة خطوة، ما بتجيش مرة واحدة أبدا. لازم لما نيجي نطلع هنطلع سلمة سلمة، مستحيل هنطلع كده مرة واحدة. فانت لازم تبقى عندك وعي بده، وفي يعني طبيعي ان الهدف ياخد سنة واتنين، ولكن عايزة اقولك ابدأي بالاهداف الصغيرة احسن. الاهداف الصغيرة زي انك مثلا تفطري فطار صحي، بس تشربي مثلا مية ديتوكس، تعملي ديتوكس لجسمك في بداية اليوم، انك مثلا تمشي على فيتامينات، انك تتمشي او تلعبي رياضة او تقرأي. دي كلها اهداف صغيرة شوية، والاهداف دي كل يوم هتتراكم على بعضها، هتحسي بالانجاز، ومن هنا هتبدأي تحطي لنفسك الهدف الكبير، عشان هتبقي واثقة من نفسك ومن انك مسؤولة وبتمشي وبتسعي فعلا ورا هدفك اللي بتوصلي له. فهتحطي هدف كبير وان شاء الله هتوصلي له بإذن الله. اتمنى الفيديو يكون سهل وبسيط وفهمتوه، ويكون وصل لكم بسلاسة، وان شاء الله يعجبكم ويفيدكم. فاسيبكم على خير في حفظ الله. مع السلامة.